أحياناً الحكمة العميقة نجدها في أماكن غير متوقعة بالمرة. مصدرنا اليوم هو ورقة مراجعة للغة العربية للصف الرابع. نعم، للصف الرابع، لكن الدروس التي فيها تتجاوز حدود الفصل الدراسي بكثير وتقدم لنا رؤى خالدة حول كيفية عيش حياة مدروسة وطيبة. وهذا هو السؤال اللي يطرحه مصدرنا. سؤال بسيط جداً، لكن إجابته تكمن في صميم ما يعنيه أن نكون بشراً صالحين. خلونا نستكشف الإجابة معاً. رحلتنا اليوم رح تبدأ من بذرة خير صغيرة، ونشوف كيف تنمو وتتحول لشجرة من اللطف. رح نتعلم قوة التمهل والتفكير، ونلتقي بشخصية ملهمة طبقت كل هذا، قبل ما نختم رحلتنا بأبيات شعرية تلخص الحكمة كلها. حسناً، لنبدأ من البداية. كل شيء عظيم يبدأ صغيراً، وهذا المبدأ ينطبق تماماً على بناء الشخصية الطيبة. القصة تبدأ ببساطة مدهشة. مجموعة من الأطفال بقيادة مريم يرون قطعة أرض فارغة، وبدلاً من المرور بجانبها شافوا فيها إمكانية. بعمل جماعي بسيط جداً، مجرد شوية موية وجهد، غرسوا بذرة. وهنا نشوف الدرس الأول: الخير ما يحتاج لخطط معقدة، بس مجرد انتباه ونية صادقة. وهنا تكمن العبقرية الحقيقية في هذا الفعل البسيط، التفكير في المستقبل. هم ما زرعوا الشجرة عشان ظل يجلسون تحت بكرة، لا، بل كاستثمار في مستقبل ما يخصهم لوحدهم، بل يخص مجتمعهم كله. هذا العمل الصغير يحمل وعداً بعطاء ما ينقطع، فائدة تنمو مع كل يوم. طيب، خلونا ننتقل الآن من العمل المادي إلى العمل المعنوي. مصدرنا يقدم لنا مفهوماً رائعاً يسميه الغالي المجاني. إذن، ما هو هذا الشيء الغالي اللي ما بيكلفنا أي شيء؟ الإجابة ببساطة هي اللطف. هذه هي العملة الحقيقية اللي نتعامل فيها كبشر. قيمتها مش في الجيب، قيمتها في القلب، في سلوكنا ونوايانا تجاه بعضنا. اللطف مش فكرة فلسفية معقدة، بالعكس، هو أفعال يومية بسيطة وملموسة. مساعدة شخص يحمل أغراضه، إمساك الباب، مساعدة في البيت. هذه اللحظات الصغيرة هي التي تبني جسوراً بين الناس وتحول المفهوم المجرد لواقع نعيشه كل يوم. إذن بعد ما عرفنا ماذا نفعل، وهو أن نكون لطفاء، المصدر ينتقل عشان يشرح لنا كيف نفعل ذلك بفعالية. والمفتاح يكمن في شيء يحدث داخل عقولنا. كلنا نعرف هذا الشعور، صح؟ الاندفاع للتصرف بناء على شعور مفاجئ. المصدر يعترف إن هذا قد يكون مفيداً أحياناً، مثل إنقاذ شخص في خطر، لكن في الغالب هو الذي يوصلنا للندم. وهنا النصيحة تتحول لأداة عملية جداً. هذه الخطوات الثلاث مش مجرد كلام نظري، لا، هي تدريب للعقل. بدلاً من أن نكون عبيداً لانفعالاتنا، نتعلم كيف نكون سادة ردود أفعالنا. السر كله يكمن في تلك الثانية الثمينة اللي نتوقف فيها بين الشعور والتصرف. تلك الثانية هي اللي تصنع كل الفارق. الآن خلونا نشوف كيف هذه المبادئ تبدو عند تطبيقها في الحياة الواقعية. يقدم لنا المصدر قصة العم سلمان كنموذج مثالي. هذا هو السؤال اللي يطرح الابن على والده في القصة، والجواب يكشف سر بناء علاقات قوية ومحبة في أي مجتمع. واللافت هنا هو ببساطة السر، ما في صيغة سحرية أو صفات خارقة. الأمر ببساطة هو التطبيق اليومي المستمر لكل شيء تعلمناه. لطفه الصادق، رغبته في رؤية الآخرين بخير، ومبادرته الدائمة بالمساعدة. هذه هي الأفعال الصغيرة اللي لما تتراكم تبني جبل من المحبة والاحترام. بعد القصص والأمثلة العملية، يأخذنا المصدر إلى مستوى أعمق وأكثر تأملاً، ويستخدم الشعر لتلخيص جوهر الفكرة. هذا البيت الشعري يقول لنا أن السعادة الحقيقية والدائمة ما تأتي من الممتلكات أو المكانة، بل تنبع من الداخل. هي نتيجة للشخصية النبيلة والأفعال الحسنة. وهنا نصل إلى جوهر الحكمة كلها. الفكرة هي أن نقاء القلب مش مجرد شعور جميل، بل هو أسمى أشكال التوفيق. عندما يكون باطن الإنسان صافياً ونواياه طيبة، فهذه بحد ذاتها علامة على أنه يسير في الطريق الصحيح، وأن أفعاله ستكون مباركة. وهذا يربط كل شيء مع بعضه، من زراعة شجرة صغيرة إلى ممارسة اللطف اليومي، إلى التفكير قبل التصرف،
وصولاً لشخصية محبوبة مثل العم سلمان. كلها أجزاء من قصة واحدة، قصة بناء حياة ذات معنى وقيمة. وفي النهاية يعود الأمر إلينا. بعد استعراض هذه الدروس الرائعة من ورقة عمل مدرسية، يبقى السؤال الأهم. فكروا فيه: ما هو العمل الصغير الذي يمكن القيام به اليوم، والذي قد ينمو ليصبح شيئاً جميلاً في المستقبل؟